أصبح للغة الأمازيغية مكان داخل المدرسة المغربية، وأضحى التلميذ يتقن الكتابة بحروف تيفيناغ. بإقليم الرشيدية انتقل عدد المؤسسات التي تدرس فيها هذه اللغة من 9 مؤسسات سنة 2003 إلى 160 مدرسة سنة 2013. تعلمت الكتابة بتيفيناغ والتواصل بطلاقة مع باقي التلاميذ الناطقين بتامازيغت. يداي ورشقة بزاف. التلاميذ لا يجدون صعوبة كبيرة في استيعاب قواعد اللغة الأمازيغية، بدوري أجدها لغة جميلة للتواصل. وفي اليوم العالمي للغة الأم نطرح السؤال حول مدى نجاح تدريس الأمازيغية، وماذا يحمل الكتاب المدرسي للغة ماسينيسا، خصوصا بعد دسترة الأمازيغية لتأخذ طابعا رسميا. الكتاب المدرسي اللغة الأمازيغية فهو كأي كتاب مدرسي، يعني له حمولة ثقافية، حمولة إسلامية، وحمولة تربوية، يعني تحاول على تقوية الوحدة الوطنية. بعد دستورة اللغة الأمازيغية الآن 2012 تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، إلا أن هذا التعميم تواجهه بعض المشاكل حتى نكون واقعيين مع أنفسنا. هذه المشاكل من حيث التكوين، أن يدرس إنسان يدرس السنة الأولى ابتدائي ليس هو لا ناطق باللغة الأمازيغية وتكون لمدة 5 أيام، أظن أن التكوين غير